أنا جرثومة المعدة. واش انت كدير هادشي كامل وبغيتيني نبقى فيها؟ هاني غادية، الله يعاونك انت ومعدتك. بغيتي تعرف بحالاش تقضي على جرثومة المعدة؟ اسمع ليا مزيان ودير هادشي اللي غنقول ليك وغيجيب الله الشفاء. انا عرقسوس سيكيريتي اللي غيحبس الجرثومة، ولكن باش نعطي المفعول ديالي شرب مني كاس قبل الغدا، ودابا رمضان شربني قبل العشاء، وتبعني 21 يوم، والناس اللي عندهم الطانسيو يبعدوا مني. انا المسكه اليونانيه ولا تيدكت كل منطقه وشنو مسمياني. 2 حبات مني دقهم مزيان وشربهم مع كاس د الماء على الريق ملي تفيق. بقى ما تبعني 2 سيمانات وغادي تولي معدتك بخير، وكما قلت لك غير 2 حبات ما تفوتهم. انا عسل المانوكا، الدواء اللي كيحيد الجرثومه من الجدر. المفعول ديالي كيكون قوي ملي تاكل مني معلقه وحده على الريق ولا قبل ما تنعس. تبعني شهر كامل باش نعالج القرحه ونقتل الجرثومه. انا الجنجبيل قطعني طراف وديرني في الماء تيغلى وشرب مني كاس بعد الماكله، غادي نقص لك الالتهاب ونحارب الجرثومه. ان الثومه كنشط المركبات اللي كتدعم المناعه ومضاد طبيعي للبكتيريا. شد 2 ريوس ديالي وطحنهم مع العسل الحر وبقى كول معلقه قبل الفطور. انا دانون فيا بكتيريا البروبيوتيك اللي كتصنع توازن مع البكتيريا الضاره في الجهاز الهضمي. كاس واحد في النهار ويكون طبيعي بلا نكهات. انا البنان فيا مركب الفلافونويد مضاد للبكتيريا والفيروسات ومفيد في التهابات المعده والجهاز الهضمي. كل بنانه وحده في النهار. الا عجبكم الفيديو دير لايك وشي كلمه زوينه في تعليق وصيفط الفيديو لشي حد كيعاني مع الجرثومه. بسلام عليكم.